بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين الشحات، كلمة السر حسين الشحات. حسين الشحات اللي أول الموسم في ماتش انتر ميامي اتعملت عليه حملة من اللجان الإلكترونية. أي حد غيره كان بطل كورة، والله أي حد غيره كان بطل كورة. وأنا قلت الكلام ده، قلت إن الراجل ده ياما كسبكوا ياما فرحكوا ياما هيكسبكوا، واحسن من اللي انتوا جايبينه ابو 200 مليون جنيه او ب 150 مليون جنيه اللي هو هرب اصلا من اللقاء. لان الراجل في ماتش انبي مفروض ان هو يعني حس ان في عنده شد خفيف، شد في العضله الضمه، المفروض ما يلعبش الماتش وريح نفسه عشان يلحق مباراه القمه. فهو صمم ان يلعب. الدكتور قال له لا، صمم. المدير الفني قال له لا، صمم. فلعب عشان يتصاب، عشان يتوقع عليه غرامة 150,000. يبقى كده هو كان حاطط في دماغه ان هو ما يلعبش مباراة القمة زي ما كان بيحصل في نادي الزمالك، وينزل اول دقيقتين يقوم جاي متصاب وخارج ويقول لك رجلي واجري واجري ونجري وهوب ويقوم جاي خارج والكلام ده. فاللي كان بيعمله في نادي الزمالك عمله، ومحدش يقول لي دي حاجات بقى اللعيبه هي اللي تعرفها. معلش، مع احترامي لكل جماهير وكل النقاد اللي قاعدين في الاستوديوهات واللي قاعدين على المكاتب بتاعتهم، هو لو عايز يلعب ماتش الزمالك كان ساعه لما وهو بيسخن في مباراه انبي كان خلع وقال لهم لا مش هكمل، مش هلعب المباراه عشان ان انا الحق مباراه الزمالك. بس هي مفقوسه، بس طبعا الاعلام واللجان عشان لسه جاي فطبعا بيغطوا على الكلام ده. عملها مرتين في نادي الزمالك وعملها مره اهو في النادي الاهلي، والبقيه تاتي. نرجع لحسين الشحات. حسين الشحات بينزل يقلب مجرى المباراه. هنقول بقى من البدايه، الزمالك فرط في فوز الشوط الاولاني في اول، تحديدا اول 5 دقائق، انفراد لعدي الدباغ. بيطلع الشناوي بيعمل صد عالميه زي ما بيقولوا، يعني بيعمل صدة يعني لو دخلت دي كانت الدنيا اختلفت. بعدها على طول هات وخد ناصر ماهر مع ادم كايد، انفراد حطها مشيت من جنب القائم. وبعدها ضربة الجزاء. اول تواجد للنادي الاهلي طاهر محمد طاهر عمل كرة عرضية، حسام عبد المجيد قلشت منه، كانت لازم تبقى جول. يعني لو هو يحمد ربنا ان هي طبت وطلعت من فوق العرض. ده اول بقى ظهور للنادي الاهلي. من ساعتها لغايه ما المباراه انتهت والنادي الاهلي ركب الجيم. طبعا النادي الزمالك قاعد عنده راجل يافطه واقف على الخط، مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه، ولا حتى الجهاز اللي معاه ان يقول له نص الملعب مسروق منك، بالذات الشوط الاولاني، عشان تعرفوا ان هو مخرف ومش شايف. وبحمل مجلس الاداره قبل ما اقول فريرا ده يمشي، مجلس الاداره لازم يمشي، لان انت جبت مدرب في 30 يوم جاب لك بطوله. ازاي تمشيه؟ مدرب جايب بطوله، ازاي تمشيه عشان تجيب واحد زي ده اساسيات الكوره مش عنده، لا يفقه اي حاجه في التدريب. يعني النهارده حتى كمان تغييراته بيسايب واحد عنده 40 سنه وبيطلع دونجا وبيطلع معرفش مين وبيطلع مين وبيطلع مين، تغييراته كلها سمك لبن تمر عين. الراجل من ساعة لما ضيع ضربة الجزاء وهو مش شايف، ورغم كده سايبه كام 90 118 دقيقة، سايبه 118 دقيقة في الملعب. انتاجه ايه؟ مفيش انتاج. المهم الشوط الاولاني كله انت شايف الفرقة خلاص وقع، لازم تطلع عبد الله السعيد ولازم تطلع ادم كايد ولازم تجدد تاني اللعيبه في نص الملعب، تقفل نص الملعب اللي هو النادي الاهلي صال وجال من خلاله. مع انك انت مفروض لو في حد بيقف ويمسك كوره ويلعب على الهجمات المرتده دي انت تكسب الاهلي النهارده 3 4 اجوان، ولكن انت مش شايف وفرقتك مش شايفه. وحتى ضربه الجزاء لما اتعادت، لو كان صممت ان هو عبد الله اللي يشوطها كانت اتصدت تاني، ولكن احسن حاجه ان حسام عبد المجيد شاطها. المهم
طبعا مباراه، انا من وجهه نظري الشوط الثاني مباراه النادي الاهلي عمل مباراه كبيره كبيره كبيره. الجون الاولاني حسين الشحات بيعمل كوره بينيه لمحمد شريف اللي الناس برضو قلبه عليه. الراجل استعمل عقله، بدل ما يشوط وقف على الكوره وحطها تاني لحسين الشحات اللي بيجيب جون التعادل. بعديها على طول اشرف بن شرقي بيعمل كوره من ورا بنتايك لحسين الشحات، نفس ضربه الجزاء الاولى بتاعت ياسين مرعي مع عدي الدباغ. فعايز اقول لك الحكم النهارده كان هايل، حتى لما حسب ضربه الجزاء وما قاوحش وراح شافها اللي هي كانت جت في بطن بنتايك او في صدر بنتايك، رجع تاني للفار ولما شافها رجع ما عاندش ولا صمم ولا الكلام ده، رجع لغى الكوره. فالحكم النهارده انا شايف من وجهه نظر ان هو كان نجم المباراه، طبعا مع لاعيبه الشوط الثاني بتوع النادي الاهلي تحديدا حسين الشحات. وانا فرحت قوي ان هو خد راجل مباراه. مبروك للنادي الاهلي، ولكن على مجلس الاداره لازم تقدم استقالتك بعد الاخفاق اللي حصل ده، ودي فرصه عمرك ان انت كنت تكسب الاهلي النهارده. بس انت ماشي ايمن الرمادي، هو ربنا عشان انتوا افتريتوا عليه ربنا بيعمل فيكم الكلام ده، بيوريكم اهو. مدرب ما عندوش فكره، ما عندوش اي اساسيات في التدريب، مدرب قاعد مش قاري المباراه، مش شايف ان عنده خلل في نص الملعب الشوط الاولاني كله والشوط الثاني. ولما جه غير قام جاي مغير دونجا وقام جاي مغير بنتايك يا راجل نزل احمد فتوح يا راجل من الشوط الاولاني يقف جنب دونجا اللي هو مات ده. عبد الله السعيد وناصر ماهر بصراحه الاثنين كانوا عاله. ناصر ماهر النهارده هيكسبك، ناصر ماهر لو بيلعب للفرقه وفي صفاء ذهني ونفسي والله يكسب الفرقه، بس هو عايز هو اللي يتصيط، هو اللي يبقى، عشان كده بان بالشكل ده. طبعا انا مستغرب برضو ان ازاي واحد زي شيكوبانزا النهارده ده ما يتحطش. هتقول لي عامل مشاكل، طب لعبوا الماتش وبعد كده بقى تشوفوا، ما انتوا اصلا ما بتدوش للعيبه فلوسها، لازم اللعيبه تعمل كده. ومحدش برضو يعلق الشماعه بتاعت الفلوس، لا انت لو انت اصلا معاك مدرب والله النهارده اقل حاجه تكسب 2-0 لو معاك مدرب. بعد ال10 دقايق الاولانيين الانفراد بتاع عدي وبتاع ناصر ماهر والله العظيم لو معاك مدرب تكسب. بس للاسف انتوا موقفين واحد رايه واقفه بره على الخط، مش فاهم حاجه في اي حاجه، ولا عارف ان نص الملعب مسروق منه. حتى الناس اللي قاعده معاه تنبهه نص الملعب مسروق. 45 دقيقه مش هتقدر تستحمل الضغط ده، مش هتقدر تستحمله، لازم تنزل 2-3 يجروا بس يبوظوا لعب النادي الاهلي. انما انت سايبه عمالين يروحوا ويضيعوا وتخبط في المدافع وتعدي بالعرض. لازم يعني تفوق وتشوف الملعب كان محتاج مين. انما للاسف مباراة سهلة بالنسبة لنادي الزمالك، فرط في الفوز فيها. مباراة صعبة للنادي الأهلي بالظروف اللي عنده. انتوا كده فوقتوا النادي الأهلي خلاص، كده النادي الأهلي هو وبيراميدز. أراهنك الزمالك هيفضل للخلف، وبيراميدز والأهلي هم اللي هيلعبوا على الدوري. زي ما الكلام اللي احنا قلناه، دي كانت فرصة عمر لعيبه الزمالك ومجلس ادارته اللي هو اصلا السبب في اللي حصل ده كله. مجلس الاداره جايب مدرب 30 يوم، في ال 30 يوم للاسف جاب لهم بطوله ومشي. طب يا عم ما انت كنت عارفيننا، ادي الثقه، لا يكمل، لا اصل ما خدش فرصته اصلا. طب ما الراجل جاب لكم بطوله، عايز منه ايه تاني؟ حتى لعيبه الزمالك بعد ما خدت الكاس طلعت قال لك احنا اول مره نحس ان معانا مدرب فاهم، مدرب عارف امكانياتنا وبيعرف كل حاجه عننا، وبعدين مدينا الثقه، وبعدين راجل فاهم قوي ونفسيا بيعامل الكل، وعنده حته العداله، وعنده حته كل الكلام ده. ولكن منكم لله والله انتوا السبب في العكننه بتاع جماهير الزمالك. وانا لو منكم اقدم استقاله وامشي بقى، سيبوها بقى. ارض اكتوبر راحت، ارض النادي راحت، وادي الدوري راح، والدنيا مع انك انت فارق ب2 بونت، بس انت مش هتبني ده، انت هتحاول توقع بقى، مش هتدفع فلوس للعيبه وهتقول اللي عايز يمشي وبعد كده عليه العوض يعني. ان شاء الله بقى اشوفكم في مباراه جايه، ومبروك للنادي الاهلي، ومبروك لحسين الشحات اللي جاني اشتغلت عليه شغل عشان ابو 200 مليون جنيه. وانا قلت لكم حسين الشحات لما هيجز هيقعد اي حد، وهو هيقعد اي حد، بس اول ما ترجع تاني بقى
هيقعدوا حسين الشحات ويلعبوا عشان طبعا الفلوس تطليع اللسان بقى. يلا مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للاعيبه الزمالك وجماهير الزمالك. السلام عليكم.